الله وبركاته. طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني لسنة 2026. يونت 8 قواعد يونت 8. النهارده بنتكلم يا شباب عن قاعدة بسيطة جدا وسهلة جدا، وخلي بالك قاعدة مهمة جدا. هي بتتكلم عن إيه بقى؟ possessive adjectives و possessive pronouns، اللي هي صفات الملكية وضمائر الملكية. and what is the difference between them؟ إيه الفرق ما بين صفات الملكية وما بين ضمائر الملكية؟ لو بصينا هنا يا شباب، صفات الملكية عندي my, your, his, her, its, our, their. وضمائر الملكية mine, yours, his, hers, ours, theirs. طيب عايزين يا أستاذ نفرق ما بينهم ونعرف إزاي نستخدم صفات الملكية وإزاي نستخدم ضمائر الملكية. مبدئيا كده يا شباب احنا عايزين نبدأ نفرق بحاجة بسيطة الأول، نفهم إيه الفرق ما بين الصفة اللي هي الادجectives وما بين الضمير pronoun. اللي والله الصفة دي بتصف الاسم، بتصف إيه؟ الاسم. يعني مثلا هقول wonderful day، يوم رائع. فين الصفة عندي يا أستاذ هنا؟ قال لي الصفة عندي wonderful، رائع. طيب وإيه الاسم؟ day، يبقى يوم رائع، يبقى كده وصفت إيه؟ اليوم. طب نخلي بالنا إنه الصفة يأتي بعدها اسم. الصفة يأتي بعدها إيه؟ اسم. طب بالنسبة للضمير يا أستاذ، قال لي الضمير يحل محل الاسم، يأتي مكان الاسم نفسه، لكن لا يأتي بعده اسم. يبقى الضمير ما يجيش بعده ايه؟ اسم. نعيد اللي احنا قلناه تاني كده، تركز معايا يا بطل، ثانية واحدة. احنا عايزين نعرف ايه الفرق ما بين الضمير وما بين الصفة بشكل مجمل. انه الصفة يا شباب يأتي بعدها اسم، الضمير لا يأتي بعده اسم. طيب تمام، كمل يا أستاذ. خلاص احنا عرفنا كده الفرق ما بين الصفة وما بين الضمير. طيب لو هنا يا شباب جينا وقلنا مثلا، طب يا أستاذ احنا عايزين نعرف ايه هي صفات الملكية. حلو، قال لي أنا مثلا عندي باج. ايه معنى باج؟ شنطة. طب عايز أقول شنطتي، فهقول يا شباب، هقول ماي باج. دي شنطتي أنا. طب شنطته، قال لي his bag. شنطتها his her bag. شنطتك أنت your bag. شنطتنا نحن our bag. شنطتهم هم their bag. يبقى أنا في المثال ده أقدر أقول this is my bag، هذه شنطتي. لو لاحظنا هنا يا شباب، أنا هنا جبت صفة الملكية، ادي صفة الملكية بعدها الاسم. يبقى صفات الملكية اللي هو my وhis وher وyours وour وtheir يأتي بعدهم اسم، دول اسمهم صفات الملكية. طيب يا أستاذ لو احنا نقلنا الكلام ده واتكلمنا عن ضمائر الملكية، اللي أولا ضمير الملكية لا يأتي بعده اسم، هو قاعدة ثابتة، لا يأتي بعده اسم، هو يحل محل الاسم أصلا. طيب مثلا على سبيل المثال فقلت this bag is نقط. this bag يا شباب is your ولا yours؟ this bag is my ولا mine؟ this bag is our ولا ours؟ لا يا أستاذ، احنا هنا ادي الاسم، فهنحط هنا الضمير أو الصفة، ولكن أنا إذا لم يأتي بعده اسم فهذا ضمير، ولو جه بعده اسم كنت اخترت الصفة. طب إيه الصفة في دول وإيه الضمير؟ قال لي الصفة your أو my أو our.
طب لو عايز اقول this bag is yours، هذه الشنطة ايه؟ خاصة بك انت، ملكك انت. طب this bag is mine، هذه شنطتي انا. this bag is ours، هذه شنطتنا نحن. فده الفرق يا شباب ما بين ضمائر الملكية وصفات الملكية. إنه ضمائر الملكية اللي هي mine، yours، ours، theirs، her، his، كل ده يا شباب اسمها ضمائر الملكية لا يأتي بعده اسم. إنما صفات الملكية اللي هي my وhis وher وour وtheir، كل ده يأتي بعده اسم. ده يا شباب بكل اختصار القاعدة اللي احنا بنتكلم عنها. تعالوا يا شباب كده نبص في صفحة 57 في كتاب المعاصر. زي ما انتم شايفين جايب له صفات الملكية وضمائر الملكية. قال لي صفات الملكية هي my ويور وhis وher وits وour وtheir، ويأتي بعدها ايه؟ اسم. انما ضمائر الملكية mine، yours، his، hers، ours، theirs. نلاحظ كده يا شباب انه دايما ضمائر الملكية غالبا بتكون حجمها اكبر. يعني بص my حرفين انما mine 4 حروف، يور 4 حروف انما هنا 5 حروف. في الغالب ضمائر الملكية يعني فرق بسيط اقدر افرق ما بينهم، اللي هو انه حجم الضمائر اكبر من حجم صفات الملكية، ما عدا طبعا في his. طيب نيجي هنا يا شباب، ده كل اللي احنا اتكلمنا عنه وشرحناه دلوقتي. لكن قال لي في ملاحظة مهمة جدا ناخد بالنا منها. قال لي عند السؤال عن الملكية بنستخدم كلمة whose ويأتي بعدها الاسم. يعني مثلا whose bag is it، لمن هذه الشنطة. فأنت طبعا بتقول إما بتقول it's my bag إنها شنطتي، أو it's mine إنها لي. وهناك بعض التعبيرات تستخدم للتعبير عن الملكية. في belong to معناها ينتمي إلى أو يخص شخص معين. own، possess، have أو has، الاسم بعده إيه؟ اسم الملكية. طيب يعني مثلا هنا قال لك this red car belongs to me، هذه السيارة الحمراء تنتمي إلي. I own this red car، أنا أمتلك هذه السيارة. I possess this red car، أنا أمتلك برضو هذه السيارة الحمراء. أو I have a red car، كلهم بمعنى بنفس المعنى. وthis car وthis red car is أيمن's، هذه السيارة الحمراء تخص مين؟ أيمن. طيب تعالوا نحل بقى يا شباب التمارين الجميلة دي في الكتاب المعاصر صفحة 58. أول حاجة هنا قال لي rewrite the following sentence، يعني أعد صياغة كتابة هذه الجمل. قال لي this pencil belongs to me، هذا القلم ينتمي إلي أو يخصني. قال لي استخدم لي hers. أولا يا شباب أنا عندي التعبيرات بتاعة الملكية اللي هي belong to لازم أحذفها، وبحذف كمان إذا كان عندي هنا ضمير مفعول ولا أي شيء زي كده، فبقول this pencil is hers. يعني إيه يا أستاذ؟ هذا القلم يخصها، يعني بتاعها. طيب قال لي يا أستاذ تعالى كمان هنا the blue jacket is أحمد's، الجاكيت اللي هو الأزرق ده بتاع أحمد. فأنا هنا جاني أحمد مع اسم الملكية بحذفها على طول، بقول the blue jacket is his. the blue jacket is his، واحنا قلنا انه متشابه في الضمير وفي الصفة his. في عندي our يا شباب ده صفة ملكية، فنقول these shoes belongs to us، نحذف belongs to us ونجيب هنا نقول these are our shoes. تعالى كمان هنا this laptop is mine، هنحذف mine عشان نستخدم my، فهنقول مثلا this is my laptop، هذا ايه؟ اللابتوب بتاعي. طيب تعالى هنا اللي استخدم ماي نشوف ايه الحاجة اللي تدل على الملكية فنحذفها. فهو بيقول لك these books، طيب نقول these books are mine، الكتب دي بتاعتي. قال لي طب استخدم لي belongs يا استاذ. ماشي هنحذف uncles ومعاها اس الملكية، فهو قال لك هنا this is my uncle's villa. طيب هنقول مثلا this villa belongs
to my مين my uncle. تعالى كمان يا شباب نستخدم باقي نحل باقي الأمثلة دي. قال لي he owns a flat in Alexandria. هو يمتلك شقة فين في الإسكندرية. قال لي استخدم his. فأنا بشكل بسيط هقول the flat in Alexandria is his. في الجملة رقم 8 يا شباب قال لي the house over there is theirs. استخدم belongs. قال لي بسيطة جدا، هنقول هنا the house over there belongs to them. ينتمي إيه؟ إليهم يعني أو يخصهم. دي يا شباب كانت القاعدة اللي عندنا النهاردة، قاعدة يونت 8 في الصف الأول الإعدادي الترم الثاني سنة 2026. أتمنى أكون أفدتكم بشكل كبير، وشكرا لكم، واستنوني في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.